مرحبا بكم متابعي الاعزاء في فيديو جديد لنهار اليوم. ان شاء الله يلقاكم كامل بخير وبصحه جيده يا رب العالمين. وصفتنا راح تكون كسره مبسه ولا كسره بوشقوف. بزاف يقولها كسره بوشقوف، كيف كاين بزاف يقولها كسره كاطو. شوفوا البنات، ما تجيش كامل يابسه، تجي تذوب ذوبان في الفم، تجي مبسه صح. راح نتعرفوا على جميع اسرار نجاحها، لانها يعني هي بالخطوات البنات، سينو تجيكم هذيك اليابسه قد ما تبسوها ولا يروح لها البسس هذاك وتجيكم طريه. اذا جام كبيره ومليحه. كما نتوما لا فيديو على ما جزاء نحتاج يدير حاله في التعليقات باش نوصلوا وصفاتنا للعالميه. واللي اول مره تزورنا نقولها مرحبا بك، تكوني اخت من اخواتي. فعلي اشتراك، فعلي زر الجرس باش تحصلي بالجديد ان شاء الله. ونروح المقادير وطريقه التحضير مع بعض. بسم الله على بركه الله. هنايا عندي البنات سميد اللي نخبزوا به الكسره عادي ولا المطلوع عادي. هذا السميد المتوسط، يعني مش النوعيه تاعو الرافعه خلاص، ومش النوعيه تاعو رديئه. رايحه ندير 4 كؤوس باش يخرجوا لي 3 خبزات كيما شفتوهم معانا. لكل كاس رايحه ندير ملعقه تاع الفرينه باش يشد لي روحه، ما تجينيش تتبس وتتكسر لي في الطاجين البنات. ندير عليها شويه سكر باش يجيني هذاك اللون الاحمر، ولا تقدروا ديروا مغرف صغيره تاع العسل وخاصه اذا كان حر. وندير البنات ملعقه صغيره تاع الخميره، ولا كيف شفتوني نصف ملعقه ممسوحه كبيره تاع الخميره. هذه البنات ما لازمش تطلع، لكن نديروا فيها الخميره باش تجينا هشيشه، ما تجيناش يابسه كيما نقولوا حنا، كيما يقولوا حيت تذبح له عل. ندير عليهم نص كاس تاع الزيت ونبسس. نص كاس تاع الزيت البنات، ما ديروش اكثر سينو تجيكم يعني تتفتفت كامل، ما تحكموش فيها وما تقدروش تطيبوها. لكن راح نمد لكم هنا السر باش ما يروح لكمش التبساس تاعها. بس دركا ديروا دخلوا هذاك الزيت في السميد مليح ما بين يديكم بهذا الشكل حوالي 2 دقائق ولا، حتى تاكدوا باللي تغطى هذاك السميد كامل بالزيت. من بعد ننتقل للمرحله المواليه. في هذه المرحله البنات رايحه نضيف عليها شويه تاع السانوج، نحب بزاف فيها الريحه تاع السانوج. تقدروا تستغناو عليه، تقدروا ديروا جلجلان، بزاف شفتهم يديروا فيها جلجلان، انا ما درتهاش بجلجلان صراحه. ملعقه كبيره ممسوحه تاع الملح ما يعادل 10 غرام، ما تجيكم مالحه ما تجيكم مسوس. و5 غرام تاع خميره الحلوى، عليها يقولها كسره كاطو. الخميره هذيك البنات تجيبها لكم خفيفه. ما عندكش تستغناي عليها، تقدري ديري شويه تاع البيكربونات، لكن هي تمدلها خفه صدقوني. ونجي هنايا للسر تاعها اللي هو الماء البنات. شوف، نديروهاش يابسه بزاف، كيف ما ديروهاش طريه. وما تعجنوش البنات، لموا برك، لموا برؤوس الاصابع. اذا درتيها طريه بزاف راح تولي تختمر كيما المطلوع ولا كسره رخصاص. البنات هذه ماشي كسره رخصاص، كسره رخصاص راني تجي خليط بين المطلوع وبين الكسره. راح نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف، يعني سبق وحضرتها معاكم. لكن هذه لا، هذه بنات تجي مبسه. نحاولوا ما نعجنوهاش وما نديروهاش طريه باش ما يروح لهاش هذاك التبساس تاعها، وفي نفس الوقت ما نديروش كونتيتي كبيره تاع الزيت اللي تفسدها لنا كامل. راني نضيف الماء الكاس هذاك الثاني البنات، نضيف فيه غير بالتدريج. اكيد الماء عندي دافي، في فصل الصيف تكون سخانه بزاف، نخدموا غير من الحنفيه، يعني ما تسخنوهاش. وراكم نشوف فيها غير برؤوس الاصابع، نحاول نلم العجينه كيف ما نخليوهاش محلحله باش تقرص معانا ونقدروا نرفدوها عادي عادي جدا. نحبها بزاف هذه البنات، سيرتو كي تعود سخونه مع زيت زيتونه مع البن مع حميص مع شوربه، يعني تصلح بزاف، ولا مع قهوه حليب. اكيد بزاف يعني يعتمدوها مع قهوه حليب. شوفوا لي القوام تاعها يا البنات، ماهيش هي معجونه كامل. نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها، غطيوها لي بكيس بلاستيكي ولا بمنديل يكون نظيف مدة 5 دقائق لا أكثر. احنا مش حابينها تختمر. وفات هذيك ال5 دقائق البنات نجيبها هنا فوق سطح العمل. كنت شعلت ديجا على المقله، انا طيبتها في الكريبيير. تقدروا طيبوها في الطاجين تاع الطاين هذاك الممسوح ماشي الممور. ولا طيبيها لي في طاجين تاع الحديد عادي. المهم حطيه يسخن. في هذه المرحله نجيب هذيك الكسره نعطيها البنات واحد الدلكه اللي حوالي نصف دقيقه، من بامش يعني باش نمدلها واحد الوجه برك، ماشي راح نعجنها ولا ندلكها كيما راكم تلاحظوا. ما حذفتش هنا باش تشوفوا كيفاش درت. ونقسمها على 3. كاينين اللي يديروا هذا نص كيلو يديروا بزوج خبزات، يديرهم شويه خشان وشويه كبار. انا لا نديرها 3، تجيني مش كبيره بزاف، نقدر نتحكم فيها وسرتو المبتدئات. ولا وثاني البنات ما نحبهاش تكون خشينه بزاف، يعني تبقى من الداخل شويه معجنه. كيف ما ديروهاش رقيقه خلاص باش ما تجيكمش يابسه. لكن اذا تبعتوا جميع المراحل والمقادير اللي مديتهم لكم تجي تذوب ذوبان في الفم وما تجيكمش كامل يابسه، حتى تبقى تبرد تبقى تذوب في الفم. رايحه هنايا لوزوها مليح على الشكل يكون دائري باش كي تفتحوها تجيكم على الشكل الدائري. هذه البنات الكسره هنايا ما نحلوهاش بالحلال،
درك نقول لكم كيفاش نحلوها. هذه ماشي كيما كسره رخصاص ان شاء الله البنات برك. شوفوا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، ضغطي على عنوان الفيديو يخرج لك صندوق الوصف، تلقاي نقول لك رابط فيديو كسره رخصاص من هنا، ضغط على هذيك الكتيبه الزرقاء اللي تجيك هذيك، تدخلي طول الرابط تاعها هكا باش نوعوا شويه البنات في الوصفات. لوزتهم في 3. شوفوا لي الشكل تاعهم مدورين الله الله عليهم. طبعا بالممارسه رايحين يعني تتعودوا. شوفوا البنات رايحه نقرصها بالزيت، نقرصها بالزيت وندهن يدي، ندهن سطح العمل ونبدا نقرص فيها بهذا الشكل في ليه وما نحلهاش بالحلال. يعني انا هذيك تعلمتها البنات، تعلمتها بلك في عمري 18 سنه ولا 17 سنه، نحلها بالزيت بهذا الشكل. روحوا معها غير بشويه باش ما تتشقق لكمش في الاطراف. كي تشوفوها تشققت البنات عاودوا لموها، لموا الاطراف. كاين اللي ينحيو الحواشي هذيك كامله يديروها بالسكين ولا بالسارس ولا باش تجي مدوره، لا عادي نحاول فقط نلمهم منها لانها هي مبسه بطبيعه الحال لازم تتشقق من الاطراف، وما هيش هي معجونه البنات ولا ما هيش مريحه بزاف، ما تكونش مريحه بزاف. غير تبلوها وتلموها، شعلوا الطاجين تاعكم يسخن 5 دقائق فقط مع الصباح بكري ثاني مع الحليب تجي هايله. ديري غير قيس 2 خبزات برك ولا خبزه، ولا كيف تقدري ديري مثلا 2 خبزات، طيبي خبزه والاخرى تحطيها في الثلاجه، اليوم الغدوه طيبيها اللي يحبوا يفطروا بها سخونه. شوفوا لي السمك تاعها البنات تقريبا 1 سنتيم، سهله باش نرفدها بكل سهوله، ما تتكسر معاك، ما يصرى بها والو. نعاود هنايا واحده ليه البنات باختصار شديد. دهنوا سطح العمل تاعكم بالزيت، تقدري تحلي بالحلال البنات، تقدروا تحلوا بيه عادي. انا هنا فقط كي قلت لكم ولفت نحلها بالزيت. الزيت البنات هنايا يمشيها لك مليح، كيف من بعد كي تجي طيبيها في الطاجين تتحمر لك، يمدل هذيك التحميره هذه. وبعد ما نحطها نبقى ندور فيها بهذا الشكل باش ما تتنفخ ليش، ونرقق لها الاطراف ما تجينيش خشينه، ونجيب واحد الفرشيطه البنات ونثقب حتى ما تطلع ليش في الوسط. هنايا خلاص ملي تثقبوها ما تمسوهاش لانها راح يولي يخرج البخار منها. نشوفها يعني نحسها بلي راهي تحمرت، كي تعودوا تحركوها تسمعوا هذاك الصوت بلي كاينه حاجه راهي يبست معاكم، يعني راهي دخلها الطياب. نقلبها ونبقى منين ذاك نضغط عليها وندورها باش تطيب لي بالشكل اللي هو لون موحد، وتطيب لي كامل كيف وضغطوا البنات خاصه على الاطراف باش ما يطيبوا لكمش خضوره. شوفوا لي داك اللون، صدقوني الكاميرا ما مدت لهاش حقها، لونها روعه. والبنه يا البنات ما نحكي لكمش، على بالي راح تجربوها واكيد رايحه تعجبكم. ضغطوا لي على الاماكن كامله تحسوها بلي ماهيش هي طايبه حتى تتحمر معاكم بهذا الشكل وتنحيوها. راح نوري لكم هنايا النار البنات كيفاه، ما تقويولهاش بزاف سينو تحرق لكم وما طيب لكمش مليح. انا طيبت في هذيك خبيار بزاف، يعني مساعدتني نطيب فيها كل شيء، انواع الكسره كامل نطيبهم فيها، خير من الطاجين هذاك لكحل مخليته غير المحاجب ولا للفتات. وكملتها بنفس الطريقه، كل ملي نحط وحده بنات نضغط عليها بيدي نديرها الشكل هذاك السمك اللي راني حباته، ونولي نثقبها بالفرشيطه باش ما تتنفخ ليش، ونبقى كيف قلت لكم ندور فيها ونضغط حتى تتلون ولا يتوحد لي اللون تاعها بهذا الشكل الرائع. وكملتها كامله طيبتها بصحتنا وبصحتكم كامل اللي جربوها. شوفوا لي البنات كسره وعليها الكلام، الذوب ذوبان في الفم مبسه. شوف كيفاش طايبه لداخل، ما تجيش كامل معجنه، حبه ما تكسرت لي، خبزه ما تكسرت ولا تشقت، كامله طايبه كيف. شوف كي نجيو نضغطوا عليها البنات كيفاش راهي يعني تذوب في الفم، تتفتفت معاك. لكن كي تجي طيبيها ولا تبقى محافظه على الشكل تاعها. كنت رافقتها هنا مع شويه الحميص، حبيت نوريها لكم انكم تقدروا تجوزوا بها البنات الحميص. هذا الحميص الوصفه ديرها بنتي تجي اكثر من رائعه. اذا حابين عليكم غير تقولوا لي هكا نقولها تشارك معاكم الوصفات. انا مش مشوي هذا الحميص البنات راح يفروا ويجي كيف العرس وخير. الى هنا نبقى غير نقول لكم تبقاو على خير وسلام.